بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. محدش يفتكر إنه ناصح وإن هو ممكن يعمل في في الناس بره وما يتعملش في أهل بيته. نحكي قصة. زمان كان راجل صالح فاتح دكان للعطور، وكان صوام قوام، كان من عباد الله الصالحين، وكان أمين في تجارته، وكان متزوج من سيدة ملتزمة جدا. كان الراجل ده مراته موجودة دايما في البيت وهو في شغله، وكان بيجي زمان كان مفيش مصدر للمياه، وكان الشقة بيملى من الآبار ويلف على البيوت بيتقاضى، بيملى لهم وبيتقاضى أجر. ففي يوم من الأيام جات له واحدة كانت حسنة الشكل جميلة يعني، والراجل اتفتن بيها شوية، وهو بيديها يعني العطر بتاعها وهي بتستخدم منه، راح تعمد انه يمسك ايديها، وبعد كده تذكر الله ولم يتمادى. في اليوم ده رجع لمراته فلقاها بتقول له الشقة النهاردة عمل شيء غريب غير معتاد زي كل مرة. انا من ورا الباب بديله الفلوس وبيديني، اداني المية، ملاني المية وخدتها وبديله الفلوس، راح تعمد انه يمسك ايدي، وده على غير المعتاد. وانا اتحركت جدا وكده. الراجل تذكر ان الموقف اللي حصل في المحل عنده، وراح قايل جملة مشهورة جدا: دقة بدقة ولو زدنا لزاد السقة. ربنا يسترها علينا جميعا، وكله سلف ودين، واللي هتعمله هتلف الدنيا ويتعمل فيك او في اهل بيتك او كل من تحب. نسأل الله تعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.